بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا أنا مبسوط جدا بالكومنتس اللي كانت على الفيديو اللي فات. الناس اللي هتشوف الفيديو ده يعني تبدأ تعلق. فأنا مبسوط جدا ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وبإذن الله الفيديوهات الجاية أفضل بكتير جدا 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 كمان، بس بعد رمضان. لأن الواحد في رمضان محتاج شوية يقعد بس مع نفسه يستكن كده ويفيدكم برضو، بس بحاجات اللي هو بسيطة. ولكن بعد رمضان محتوى ما اعتقدش اصلا اتعمل على اليوتيوب يعني. او لو موجود اليوتيوب العربي تمام، ولو موجود بشكل قليل يعني. افكار قوية باذن الله، وكلام من غير مونتاج او مونتاج بسيط، يعني الواحد لسه بيتوتر. آه، وفي الاوضه بتاعتي يعني اللي انتوا شايفينها دي. طيب، النهارده هنتكلم عن حاجه بسيطه عشان عايز اخش انام بصراحه، فمش طول الفيديو قوي. وهي حته المسلسلات يعني. هتقول لي انا بتابع مسلسلات، ما تتابعش مسلسلات، خلاص الفيديو خلص. انا عايز اتكلم الموضوع بطريقه يعني اكبر شويه بعد اذنكم. حتى اللي بيتابع مسلسلات ممكن احاول ان انا ايه، يعني نتكلم مع بعض شويه يعني، تمام؟ لان انا كنت بتابع مسلسلات يعني. ما فيش حد ما شافش مسلسل، تمام؟ فانا مش بجانب المعصيه، بس ما فيش حد ما شافش مسلسل. فانا كنت اكيد بتابع مثلا قبل ما اعرف عظمه شهر رمضان، وقبل ما اعرف ان ده غلط، وغلط ان انت تقول لحد مثلا ان انت بتتابع كذا وكذا وكذا و... والاعلانات وغير كده. لو انت بتتابع كمان اصلا، مفيش حد بيتابع على التلفزيون. لو انت بتتابع على مواقع، فده حرام اصلا. حرام ليه؟ حرام لان دي سرقه، فانت بتاخد ذنبين او اكتر بقى، لان اصلا يعني ذنب المسلسل ذات نفسه، وذنب السرقه ان انت بتشوف حاجه مسروقه. وفي طبعا ذنوب تالتة ورابعه وخمسه وسته. انت بتتفرج على، في موسيقى، ففي مليون ذنب، تمام؟ غير طبعا الاعلانات كمان اللي بتطلع في المواقع اللي انت بتفتحها دي، بتكون غالبا وحشه يعني. فانت سواء بتضيع وقت على مسلسلات، على السوشيال ميديا، على اي حاجه من الحاجات دي، يعني هو ده المقصود منه يعني. طيب، بالنسبه للمسلسلات، يعني ناخد المسلسلات لوحدها. يعني انت عندك شهر، تمام؟ 30 يوم في السنه بس. يعني انت عندك السنه كام؟ السنه كام يوم؟ 336 يوم. عندك 30 يوم منهم بس، تمام؟ يعني تعبد وشهر كريم، تمام؟ منزل طبعا من ربنا بقى، وفي ايات بالهبل، وفي يعني انا مش هتكلم في الحته دي لان هو يعني الموضوع مفروغ منه. اللي هو شهر رمضان الذي انزل فيه يعني خلاص. ولكن يعني انت احسبها، يعني غير حته المسلسلات اللي هما بينزلوها في شهر رمضان بالذات، عشان واخدين الشهر ده بشكل تجاري. زي ما مثلا ما التجارين عاملين في مثلا الاكل، في التوابل، في كل حاجه يعني فبقى الموضوع بشكل تجاري. فهم نفس الكلام في التلفزيون خلوه تجاري، وبالذات في الاعلانات حتى. ان انا دلوقتي عيله متجمعه على الفطار، حلو، وكمان بعد الفطار بتحلي، فبينتخوا. فافضل وقت ان انا احط فيه كميه مسلسلات او ضخ اعمال فنيه هو الوقت بتاع رمضان. سواء قبل الفطار وانت بقى مش قادر، وقبل المغرب وخلاص يا جماعه انا عايز افطر، او سواء في الفطار ودي اهم لحظه، او طبعا بعد الفطار بقى، بعد ما انت حليت وبعد ما انت خلاص خلصت. ولا بقى تراويح ولا صلاه ولا تعبد ولا اي حاجه. فهو الموضوع مادي بحت، تمام؟ مادي بحت للشركات دي. والموضوع كتر يعني. السنين اللي فاتت كتر عن السنين اللي هو من 10 سنين مثلا. كتر بجد قوي. انت بتشوف مسلسلات في رمضان مرعبة. يعني انت ممكن رمضان يجي ويخلص وانت اصلا في مسلسلات انت ما تعرفش ان هي موجودة. فبيبقى في كمية مسلسلات مرعبة بطريقة بشعة. فيعني هو الموضوع تجاري، وهدفه الفلوس، وهدفه ان هو يقضي على وقتك ويشتتك. ولا بقى رمضان مش مهم، رمضان بقى مش مهم تعبد، مش مهم، مش ما كل ده ملوش لازمه. انا اهم حاجه بجيب فلوس خلاص. تمام تمام. فانا بس بفهمكم الموضوع يعني. او اغلب الناس ممكن تكون فاهم الموضوع ده بس مش مدركاه قوي. اللي هو يا عم عادي يعني كده. فهو مش عشان سواد عيونك يعني، هو عشان مكاسبهم التجاريه. غير اصلا انا اسف يعني، اغلب المسلسلات بتكون اي كلام وبتكون مكرره. يعني هو مثلا النجم اكس عمل مسلسل شعبي او مهرجان، او بيبقى فيه سرسجه وكده. فيجي السنه الجايه نفس النجم، نفس النجم، نفس كل حاجه، ويعمل لك نفس المسلسل بس باسمه اتغير. فهو بيعتمد على نجاحه اللي فات، وبيعتمد طبعا على شخصيته ان هو مشهور وكده، وان العمل فرقع معاه بتاع رمضان اللي فات. تمام تمام. فمش بيكون كويس. فاللي انا عايز اقوله ايه، ان حتى لو بيكون في حاجه كويسه، بيكون في اتنين، ايه ده مش اتنين او واحد، حرفيا مسلسلين او واحد بس، لو انت بتختار كويس دول اللي كويسين.
ولو سنة بقى رمضان إيه يبقى 3 مسلسلات. فالموضوع مش بيكون بشكل كبير خالص ولا مسلسلات حلوة كتير. فدي نقطة. حاجة برضه تانية عايز أقولها يا جماعة، يعني لو أنت عايز تتفرج على مسلسلات، يعني أنت خلاص بقى أنا عايز أبقى مدمن أصلًا فرجة تمام، أنت عندك ذنب وإن أنت بتتفرج على مسلسلات، فبالتالي يعني ما تحاولش تجاهر بالمعصية. والمصيبة إن في ناس أصلًا مش عارفة يعني إيه الكلام ده، أو مش واخدة بالها، أو يعني حاجات كتير، فييجي يوم القيامة هو أنا ما عملتش كذا، فييجي يلاقي ربنا بيحاسبه على كذا وكذا وكذا وكذا، أنا عملت ده، والله عملت ده. حتة المجاهرة بالمعصية بكل بساطة، حتى لو أنت عارفها بس مش مدرك إن أنت بتعملها، أو أنت مش عارفها خالص، فيعني اسمعها مني. إن أنت تكون قاعد بتتفرج على مسلسل أو 5 أو 4، فتيجي تقول لصاحبك والله أنا باتابع مسلسل كذا وكذا وكذا وكذا، ومش عارف المسلسل ده فيه النجمة كذا مش عارف كانت إيه، والمسلسل التاني مش عارف عمل إيه، وأنا في الحلقة. فيعني الكلام ده غلط يا جماعة. لأن أنت لما بتقول كده صاحبك ده مسلسلات حلوة فبيروح يتفرج، فكل حاجة هو بيتفرج عليها أنت بتاخد ذنبه، يعني أنت بتاخد ذنب ضعفين. تمام. فده غلط. يعني أنت حتى لو أنت بتعمل أي ذنب في الدنيا، خلاص أنت معترف إن ده ذنب، وإن أنا كلنا بنذنب عادي وكده، بس أنت ما تحاولش بقى إن أنت تجاهر بيه. ما تحاولش إن أنت تقول لصاحبك إن أنا بتفرج. سألك قول له عادي، يعني مثلا ما تتخبس مثلا او كده، لا قول له ان انا والله مش هينفع، وانصحه ان حتى لو هو بيتفرج ما يقولش. فبالتالي انت نصحته وخدت اجر النصيحه، وبالتالي برضو ما رضيتش ان انت تعصي ربنا وقلت له المسلسلات اللي انت بتتفرج عليها. الموضوع ما يعني الناس دايما بتحسها بتتباكس مثلا او كده، لا يعني يا جماعه، بتكلم بكل صراحه، يزعل يتفلق عادي، خلاص انا راضي نفسي وراضي ربنا فخلاص. فيعني هذه الفكره. هرجع للموضوع عشان نسيت بس. بالنسبة للسيئات بتاعة الأفلام والمسلسلات والمسلسلات يعني بشكل عام في رمضان، أنت مبدئيا بتاخد اللي هو سيئات حتة الأغاني، الموسيقى بقى التصويرية والتتر والنهاية والموسيقى اللي في الفيلم. فدي أول حاجة. أنا بس بقول لك هو الموضوع مش فرجة بس، الموضوع مش فرجة بس. أنت حتى لو أنت بتتفرج أنت مش هتاخد ذنب الفرجة بس، لا أنت دي أول حاجة. تاني حاجة، لو طبعا بقى التبرج بقى والستات او البنات بقى اللي هم بيظهروا كده دايما في المسلسلات، فدي حاجة تانية. واكيد في كذا حاجة ممكن مش فاكرها، بس ده يعني ده اللي في دماغي، انا مش محضر يعني. حاجة تالتة تمام، برضو لو في مشاهد اللي هو مش تمام، يعني مشاهد مش تمام، خمرة بقى مش عارف عشيش كلام مش كويس كده، مشاهد مش كويسة، فده تالت ذنب. رابع حاجة لو انت بتتفرج من على موقع واغلبكم كده ان ما فيش حد بيفتح يتفرج على الاعلانات اللي مدتها يتفرج في القناه اللي فيها اعلانات مدتها ساعه دي، فاغلبكم بتتفرجوا على الموقع، فده حرام. يعني ان انت دي حاجه مسروقه، فده حرام. وبرده خامس حاجه ان المواقع دي اغلبها بيكون فيها اعلانات، الاعلانات اللي بتكون فيها بتكون كتير وبتكون مش كويسه، وده مقصود يعني بيجيب فلوس اكتر وكده للمعلنين او الناس اللي بيعملوا المواقع دي، بيختاروا الاعلانات دي بياخدوا منها فلوس، فبتتفرج عليها غالبا. فده يعني حوالي 5 كده. ده غير بقى اكيد حاجات كتير، ان انت ربنا هيسألك عن عمرك وعن وقتك. انت يوم القيامة مش هتتسأل بس عن عملك على فكرة، انت تتسأل عن عمرك، يعني انت عن عمرك فيما سيسأل عن عمره فيما افناه. تمام. انت وقتك ضيعته في ايه؟ يعني انت لما بتخش الحمام مثلا، تمام، وتيجي تطلع من الحمام، فبنقول غفرانك في قولين. تمام. اول قول وده المرجح، يعني ان انت بتقول غفرانك، انت بتستغفر ربنا. تمام. ان انت كنت في الحمام فانت ما عرفتش تستغفره في الحمام، انت في الحمام مكان ممنوع ان انت تذكر فيه ربنا، فانت بتستغفره على الوقت اللي انت قعدته في الحمام ده وما عرفتش تستغفره فيه. انت متخيل؟ انت تعرف ان النبي كان بيستغفر. تمام. مع ان النبي كان معصوم من الخطأ، يعني كان كل الصحابة ممكن يغلطوا، مع ان النبي لا. فانت تعرف ان النبي كان بيستغفر في اليوم كام مرة؟ بالهبل، بالالوفات وبالمئات. ده النبي يعني بالك احنا. فانا مش بقارن ولا اي حاجه، بس بفهمك الوضع عامل ازاي، وبحاول افهمك الصوره كامله. تمام. فيعني انت بتاخد ساعات من كذا حاجه، وغير كده بتضيع اهم وقت في السنه. انت كل يوم ربنا ليه عتقاء من النار، وانت لو عتقت من النار خلاص كده الموضوع خلص، انت تخش الجنه خلاص. فغير رمضان انا مش بخش رمضان زي ما بطلع من رمضان. انا قبل رمضان بكون عامل زي العربيه
اللي هي كل حاجة فيها مش كويسة، أو في حاجات مش كويسة، الموتور مش كويس محتاج يتغير لها الزيت، مش عارف الريداتير مش عارف كلها متوسخة، عايز أوديها عند الميكانيكي أو عند المغسلة، يعني بص يظبطوها كلها. طبيعي يعني كلنا بنغلط، مفيش حد ما يعني كويس خالص بنسبة حتى 80%، دي شيء كبير يعني. فبالتالي انت بتخش رمضان بتحاول ان انت تعيد عاداتك اللي انت ما كنتش بتعملها. انا والله ما كنتش بقرا قران، بقيت اقرا قران. انا والله ما كنتش بصلي قوي، فابدا اصلي. او لو انت ما شاء الله كويس وبتقرا قران اصلا دايما وبتصلي، انا ابدا ابني عاده جديده. كل يوم مثلا حوقل مثلا 300 مره 100 مره ايا كان. تبدا تجيب، بصوا يعني هوريكم حاجه، لحظه واحده. بصوا يا جماعه، ده خاتم التسبيح، ده انا جبته من حته عندنا، بجد كويس جدا وصغير غير التاني المكعبر ده، بجد رخم قوي. ف... فده انا جبته، انت عارفين بتلبسه كده، بيكون حتى عامل زي الخاتم، يعني مش باين شكله مش وحش. وتقعد بقى ايه اهو، سبحان الله، مش عارف، الحمد لله. فككوا طبعا من الرياء بقى والكلام ده، يعني طبعا لو حد بيعملها عشان الرياء يعني انا فاهم ده، بس هي مش رياء ومش حرام ومش اي حاجه، فما تقلقوش. بالعكس بتذكرك ان انت ممكن حد يشوفها حاجه بسيطه او هايفه، لكن لا، طالما هي في ايدك دايما بتفكرك وبتبقى بتبني عاده ليك. وكمان بيبقى عليك اوتوماتيك، يعني انت خلاص بتسبح دايما، بتستغفر دايما. واقروا عن فوائد الاستغفار يا جماعه. انت الاستغفار في ايه، بس انا مش فاكر طبعا مضمون يعني ايه بالظبط، يعني مش حافظها بالظبط عشان ما اهبطش، ولكن كانت مضمونها ان انت كل ما تستغفر كل ما ربنا يرزقك، تمام، ويرزقك بالفلوس ويرزقك بكل حاجه انت عايزها، ويغفر لك طبعا. بالذات الاستغفار، يعني الاستغفار ثواب عظيم جدا، الاستغفار بالذات، الذكر ده بالذات. ف دي انتوا ممكن تجيبوها بجد، هتفرق معاكم قوي، وهتلاقوا عليكم بقى اوتوماتيك خلاص بيسبح ربنا طبعا بيستغفره كده في الجامعه، في المواصلات، وانت ماشي، هي اوريدي في ايدك، فوانت ماشي سبح بيها وتفيدك جدا يعني. بخرج بره الموضوع شويه مش عارف، بس يعني أنا قاعد بتكلم معاكم، يا رب يعني حد ينتفع بالكلام ده. فبالنسبه للافلام والمسلسلات والكلام ده، هو ينطبق على السوشيال ميديا. انت وانت بتقلب انت مش عارف ايه اللي بيظهر لك، مش عارف ايه الحاجات اللي بتظهر لك. يا جماعه الوقت ده حاولوا ان انتوا تفكروا بعقليه ان انا داخل اتغير، وادعوا ربنا بالتغيير. واللي ما كانش بيصلي يصلي، واللي ما كانش بيصوم يصوم، ما كانش بيصوم يصوم. اللي ما كانش بيقرا قران يقرا، ان انا بصراحه ما كنتش بقرا قران بشكل كبير. اللي كان بيقرا قران يتدبر في قرايه القران. انا واحد قبل رمضان انا بقرا قران، انا بقرا عادي، بقرا كتير. خش في رمضان ما تختمش، تدبر، تمام. فيعني بس يعني يا رب يعني الكلام مش مترتب شوية، بس يا رب بجد يكون فاتكم. ولو حد عنده يعني كلام أفضل أو نصايح أو كده يخش يكتبها في الكومنتس، لعلنا نستفاد يعني كلنا. وبس يعني، ونجيبوا الخاتم ده بجد هيفرق معاكم قوي. أنا بس الكواليتي اللي معايا مش حلوة، بس يعني حاولوا تجيبوا كواليتي أفضل من دي شوية. الراجل باين نصب عليا يعني، بس الحمد لله. وبس يعني خلاص، ده كان الفيديو، يلا سلام عليكم.